تخيل معايا، كنتي عايش في زمان ما فيه لا ساعة لا تليفون لا منبه. الناس ما كيعرفوش واش الوقت صباح ولا عشية ولا شحال دازت من دقيقة على الموعد ديالهم، غير الشمس والظل والإحساس بالنهار والليل. ولكن في واحد النهار واحد الراجل وقف قدام الشمس وقال: واش يمكن نحبس هاد الوقت ولا على الأقل نعرف فين وصل؟ ومن هنا بدات القصة ديال أول ساعة عرفها الإنسان. في زمان الفراعنة المصريين القدماء داروا أول ساعة شمسية، عبارة عن عمود بسيط كيخلي الظل يتحرك مع الشمس. كانوا كيعرفوا الوقت من المكان ديال الظل. يعني تخيل، أول مرة الإنسان شد الوقت بعينه. ومن بعد قرون جاو اليونان والرومان وقالوا: الشمس ما كتخدمش في الليل، خصنا حل آخر. داروا الساعة المائية، الماء كينزل بشوية من إناء الآخر، وكل مرة كيعرفوا الوقت من كمية الماء اللي طاحت. ولكن الإنسان بقى عطشان للدقة، وفي القرن الرابع عشر في أوروبا زادت الساعة الميكانيكية، كتخدم بتروس وحديد وأوزان، وكان الصوت ديالها كيدق في أبراج الكنائس بحال موسيقى النظام. ومن هنا الوقت ولا سيد كل شيء. وفي القرن السابع عشر جاء العالم كريستيان هوغنز واخترع الساعة بالبوندول اللي خلت الوقت يكون مضبوط بزاف. ومن ذاك النهار الإنسان ما بقاش كيشوف الشمس باش يعرف الوقت، ولا كيشوف الساعة باش يعرف شحال بقات ليه من الحياة. الساعة ما كانتش غير اختراع، كانت بداية رحلة الإنسان مع الزمن، رحلة ما كتساليش. إلا عجبك المحتوى ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش توصل بكل جديد، وتكون فرد من أفراد عائلة فكرة وإبداع. شكرا لك.